فوالله لا أنسى زينب بنت علي وهي تندب أخاها وتنادي بصوت حزين وقلب كئيب: يا جداه يا محمدا صلى عليك ملائكة السماء، هذا حسين مزمل بالدماء مقطع الأعضاء، وبناتك سبايا وإلى الله المشتكى، وإلى محمد المصطفى، وإلى علي المرتضى، وإلى فاطمة الزهراء، وإلى حمزة سيد الشهداء، ومحمدا هذا حسين محزوز الرأس من القفا، مسلوب العمامة والرداء، بأبي من أضحى معسكره يوم الاثنين نهبا، بأبي من في الساطه مقطع العرى، بأبي من لا هو غائب فيرتجى ولا جريح فيداوى، بأبي من ردت له الشمس حتى صلى فأبكت والله كل عدو وصديق. ثم إن سكينة سألت من عمتها: لمن تخاطبين؟ فأجابتها: أخاطب أباك الحسين. فألقت بنفسها من محملها